أخبار المغرب. مرحبا بكم. عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية يصاب بأخطر مرض في العالم وينقل بسرعة نحو المستشفى. وهذه التفاصيل. قبل ما نبدأ، المرجو الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. أعلن مصطفى بيداز الناطق الرسمي لرئيس الحكومة أن إصابة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأخطر مرض في العالم، ولقد تم نقله بسرعة إلى مستشفى الشيخ زايد في حالة جد حرجة. وشدد بيداس على أن أخنوش أخبر عن معيار رئيس مجلس المستشارين. كما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن أخنوش يتابع قبل الأسبوع الماضي بروتوكولا علاجيا بمنزله قبل أن ينقل إلى مستشفى في حالة زد حرجة. وأكد نفس الناطق أن وضع رئيس الحكومة خطيرة، بما أدى تتبع بروتوكولا علاجيا. وأشار المسؤول الحكومي أن أخنوش سوف يواصل ترأسه لعديد من الاجتماعات الحكومية عن بعد إذا تحسنت حالته. كنتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.